السلام عليكم ورحمة الله وأهلا وسهلا فيكم بقناتكم أحلى مواقف الشطرنج. راح يكون معنا حلقة جديدة من سلسلة أجمل كشات المات بالشطرنج، كشمات جميلة جدا راح تصير ومأخوذة من أدوار حقيقية. فراح نبلش على السريع. هذا هو الموقف الأول، الأبيض يلعب ويربح طبعا بكشمات، والحقيقة كشمات بخمسة نقلات. فوقف الفيديو إذا بدك تجرب. طبعا أنت فيك توقف الفيديو، فلذلك ما عم مترك مسافة كبيرة بين كلمة وقف الفيديو وبين بدء الحل، حتى ما يصير الفيديو طويل كتير وممل. فإذا خلينا نشوف الحل. طبعا هون النقلة الأولى تضحية جميلة بالوزير، الكوين بياخد على الاي 5 كش. طبعا إذا غطى بالفيل شو راح يصير؟ فببساطة راح يكون في عنا كش من هون. طبعا هون ما في غير خيارين، انه اذا اكل راح يكون في عنا كش مات، واذا ما اكل، اذا فات الملك على الاف 8 راح يكون في عنا الكوين بياخد القلعة مع كش مات. فبنرجع. فلذلك هون اللاعب الاسود ايضا اذا غطى بالوزير نفس الشيء راح يكون في عنا كش مات من هون. فراح ياخد، فراح يكون في عنا كش من هون، راح ياخد القلعة، راح ياخد وراح ياخد كشمات، او حتى بالوزير كشمات. فاذا هذا هو الحل هلا هون. فلذلك اذا اخذ الوزير وهو خياره الثالث راح يكون في عنا كشمات بالفيل. وشوف يعني الفيلين ضاربين هدول المربعات، فلذلك ما في خيار غير الاسود انه يقبل ياخد الفيل، وهون راح يكون في عنا كشمات بالقلعة. فبنشوف وضع تاني. طبعا انه بدنا نعمل اضعاف صف ثامن اذا ما كان موجود. فكرة جميلة جدا، وفكرة يعني المفروض تكون بذهن اي لاعب شطرنج مثل هذا الموقف. اللاعب الابيض يلعب ويربح، فراح يكون في عنا تضحية بالوزير من هون. كوين جي 8 كيش طبعا اجباري راح ياخذ. وهي الفكرة انه عملنا ضعف صف ثامن لانه الجندي مراقب هذا المربع، والقلعة مسكرة هذا المربع، والجندي مسكر هذا المربع. فالآن بصير في عنا تضحية صف ثامن طبيعية وتقليدية. روك على الاي 8 كش راح ياكل، وراح ياكل بالقلعة وكشمات. فهي الفكرة هون انها تكون موجودة عندك، انك تضحي بالوزير لحتى تحط الملك بوضع مات صف ثامن. فبنشوف وضع جديد. هذا هو الوضع الثالث. طبعا مقابل فكرة المات الصف الثامن في عنا فكرة مات بالعمود اتش. مثل ما شايفين الملك يعني ممنوع يغادر العمود اتش، لانه الفيل هون مراقب هي الخانة. فاذا ممكن تكون الفكرة مماثلة تماما لفكرة المات بصف الثامن. فلذلك الان الابيض يلعب ويميت بنقلتين. اظن صار الموقف سهل. راح ياخذ تضحية بالوزير كوين تكس اتش، فراح ياخذ. ونشوف الان انه الملك ممنوع يجي على الصف، او العمود جي ممنوع يجي على العمود جي هون بسبب الجندي طبعا. فالان بكل بساطة كشمات، وتقريبا نفس فكرة الصف الثامن ولكن فكرة العمود اتش. فبنشوف وضع جديد. هذا هو الوضع الجديد. الأبيض يلعب ويميت بثلاث نقلات. الحقيقة في عنا فكرة حلوة هون اللي بدنا نحكيها. إنه النقلة الأولى رح تكون النايت على الإي 6 كيش. طبعا إجباري بده ياخذ بالجندي، والآن الفيل بياخذ بالجندي، وصار مهدد إنه يجي الوزير لهون مع كشمات. طبعا هذا التهديد ما له حل. ليش ما له حل؟ لأنه اللاعب الأسود كل قطعه غير نشيطة، ما عنده أي طريقة لحتى يجيب قطعه على جناح الملك لحتى يحمي الملك. ما عنده أي قطعة ممكن تعطي كش للملك الأبيض. فلذلك قطعه غير نشيطة، وبالتالي صار في عنا كشمات ما لها حل. طبعا الفكرة هون انك تلاقي الكشمات الما لها حل. يعني بالعادة ما بتصير هيك ماتات، يعني صعب غير لاعب جيد يلاقيها، لانه انت هلا هيك عطيت النقلة للاعب الاسود، واللاعب الاسود ما عنده شيء. فبالعادة الكشمات بتكون كلها نقلات اجبارية. الان ما اجبارية. اللاعب الابيض، اللاعب الاسود عنده النقلة اللي بده اياها في يحركها، ولكن ما عنده اي نقلة ممكنة. فهي ايضا فكرة جميلة، ولازم تكون يعني مختص بالتكتيك لحتى تقدر تلاقي هيك انواع من التكتيكات. فبنشوف وضع جديد. هذا هو الوضع الجديد، والأبيض يلعب ويربح. وأيضا هون في عنا مات بأربع نقلات
بصراحة أيضا وقف فيديو إذا بدك تجرب. الحقيقة النقلة الأولى هون راح تكون تضحية بالوزير كوين بياخد على الاي 7 كش. طبعا إجباري بده ياخد الوزير، يعني إذا ما أخذ الوزير عنده خيار واحد وراح يكون بعده على السي 8 وراح يكون بعده كشمات مباشرة بالوزير، فلذلك راح ياخد الوزير. والآن القلعة كش والأبيض والأسود عنده خيار واحد هو على البي 7. والآن بالفيل كش ملك، فالملك إجباري راح يجي على العمود ايه. ليش إجباري؟ طبعا مثل ما شايفين يعني الفيلين مغطين هو المربعات كلهم، فالآن الفيل بفرغ العمود ايه مع كشمات. الحقيقة صار شفنا كتير هاي المات اللي الفيل بفرغ العمود وبنفس الوقت يعني بيجي بيراقب الخانات هاي، وبيكون في بطريقة معينة اللي هي الخانة ممنوعة طبعا على الملك. الفيل هون مراقب الخانة. أيضا نفس فكرة الكشمات بالصف الثامن أو العمود A طبعا أو العمود H. فبنشوف وضع جديد. هذا هو الوضع الجديد، وهذا وضع سهل. أظن اللاعب الأبيض يلعب ويميت بثلاث نقلات. وقف فيديو إذا بدك تجرب. طبعا هون عنا تضحية بالوزير، فإجباري بده ياكل بالملك، لأنه إذا أكل بالجندي فراح ياكل الحصان مع كشمات، فلذلك راح ياكل بالملك. والآن الألعاب تاخذ الحصان مع كش، والملك إجباري على الجي 5. والآن القلعة كشمات من الاتش 5. طبعا هي كشمات أيضا تقليدية جدا. الملك هون بيكون محصور بالقلعة والبيادق بهذا الشكل، يعني كشمات المفروض تكون معروفة. فالآن بنشوف كشمات أيضا جميلة جدا وتقليدية جدا، كشمات المخنوق اسمها. يعني لازم تكون دائما معروفة. اللاعب الأبيض يلعب ويميت بنقلتين. أظن يعني الموقف سهل جدا. في عنا تضحية هون بالوزير كش، وطبعا الملك ما بيستطيع ياخده لأنه محمي بالحصان، فإجباري الوزير رح ياخد الحصان وهيك رح يخنق الملك. مثل ما انك شايف الملك مخنوق بقطعه. فالآن بيعطي كشملك مات جميلة جدا وأنيقة جدا. فأظن رح نكتفي بهذا القدر من الألغاز اليوم. شكرا للمتابعة. لا تنسوا الاشتراك بهي القناة. هي القناة محتاجة شوية دعم لحتى تكبر وتنتشر. فنلتقي مجددا بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله.